دايما تايه وسط الزحمة، وكل حاجة عمالة تتحرك حواليا وأنا مكاني محلك سر. حتى الفرصة ما بتستناش، والوقت بيعدي بسرعة. قصر، عربيات، أكيد دي كلها كانت أحلام لناس وحققتها. وعشان أحلم وأوصل للقمة مشيت مع نفسي وفكرت، وأخيرا قررت أخد الخطوة وأبدأ. قررت أفكر في نفسي وفي مستقبلي، علشان كده قررت أطير فوق زي النسر. قررت أكون رقم واحد. قررت أتعلم ألماني. وعشان تختار الخطوة في الوقت الصح لازم كمان تكون في المكان الصح. أنا هير خالد الشراوي، مدرس لغة ألمانية للثانوية العامة. الفيديو ده موجه لطلبة المرحلة الثانوية، يعني أولى وتانية وتالتة ثانوي. في البداية أنا هتكلم مع حبايبنا الصغيرين طلبة أولى ثانوي. أغلبيتكم دلوقتي أكيد محتارين يختاروا اللغة التانية بتاعتهم إيه، ألماني ولا فرنساوي ولا إيطالي ولا أسباني. أنا كمتخصص في اللغة الألمانية طالع أتكلم معاك ليه تختار ألماني. مبدئيا الألماني من اللغات أو أهم اللغات حاليا في سوق العمل، يعني يا صديقي هو اللغة المطلوبة أكتر في الشغل دلوقتي، وكمان الراتب بتاعه عالي جدا، ودايما كلنا بندور على الحاجة اللي فيها فلوس أكتر. طيب انت دلوقتي لسه في اولى ثانوي، هتقول لي لسه هفكر في الفلوس من دلوقتي؟ لازم تعمل حسابك للمستقبل ان الالماني هيفيدك وهيشغلك وهيجيب لك فلوس اكتر. زائد ان كمان هتلاقي متشابهات كتير جدا بين الالماني وبين الانجليزي في بعض الكلمات، زي مثلا كلمه نيم اللي انت عارفها عندنا في الالماني اسمها نامه، زي كلمه مينت اللي هي دقيقه اسمها مينوت، زي كلمه هوتيل اللي هو الفندق برضو اسمه هوتيل، زي مثلا كلمه بنك برضو اسمه بنك. فهتلاقي تشابه كتير في الكلمات. زائد كمان انك ما تنساش ان المانيا بتقدم منح دراسيه كتير للطلبه المتفوقين، ومنح كمان بتكلفه بسيطه للطلبه اللي حابين يدرسوا بره مصر. فبالتالي الالماني مستقبل ليك كويس جدا جدا جدا، وكمان هتلاقي تعليمه كويس جدا. ليه؟ لاسباب كتير. لما تيجي تدرس معانا الالماني هتحس انك عايش الحياه بالالماني، زائد انك من اول محاضره هتتكلم الماني، ودي حاجه هتكون جديده عليك. هتلاقي نفسك فعلا من اول محاضره بتعرف تتكلم عن نفسك، بتعرف تعبر عن المواقف اللي في حياتك. هتلاقي نفسك وصلت لمرحله كويسه جدا جدا جدا. وده كلامنا لطلبه اولى ثانوي. اما بقى بالنسبه لتانيه ثانوي، تعال اقول عشان انت يا صديقي جربت الشغل معانا السنه اللي فاتت وعرفت نظامنا ماشي ازاي، وكمان كنا شغالين بطريقه ممتعه جدا جدا جدا، خليتك تحب الالماني وكمان عايز تكمل فيه حتى بعد ما تخلص المرحله الثانويه. فكلامي معاك مش هيكون كتير، انا كلامي هيكتر شويه مع النايمين طلبه ثالثه ثانوي. بص يا صديقي، كلامي ليك دلوقتي هو مش مجرد نصيحه عشان انت طالب في ثالثه ثانوي، لا، اعتبره تحذير. والكلام دوت مش من فراغ، ده ناتج عن نتيجة الثانوية العامة السنة دي. عندنا أكتر من 66,000 طالب شايل اللغة التانية. يعني يا صديقي هي مش مضافة للمجموع، بس مفيش لغة بتتذاكر قبل الامتحان بيومين. فبالتالي في ناس جايبة فوق ال90 وواقعة وشايلة ملحق في الألماني أو الفرنساوي. فدي مشكلة كبيرة عندك. مش معنى إن هي مش مضافة للمجموع فتهملها، فأنا بقول لك ده تحذير. راعي اللغة من أول السنة عشان خاطر ما توقعكش وما تنزلكش في المجموع بتاعك. مش هتنزلك كمجموع، هتنزلك كتنسيق، كمرحلة، كحاجة ممكن تكون عقبة انك تدخل كلية انت نفسك فيها في وقت انت جايب فيه درجة كويسة جدا جدا جدا. فبالتالي دور حضرتك انك تهتم باللغة التانية من اول السنة، واحنا عاملين لك نظام خفيف على قلبك هيكون لذيذ والدنيا هتمشي فيه بسيطة ان شاء الله. وبكده أنا وصلت كل الكلام اللي عايز أقوله لطلبة أولى وتانية وتالتة ثانوي كمان. ناقص سؤال مهم دلوقتي الناس هيسألوه لي، يا ترى يا هير حضرتك شغال سنتر ولا أونلاين؟ أنا شغال الاتنين يا صديقي، يعني تقدر توصل لي في السنتر وده موجود في الخنكة اسمه سنتر داون تاون. ولو أنت طالب من طلاب المحافظات في مفاجأة كبيرة جدا محضرينها لكل طلاب الأونلاين. احنا دايما شغالين الاونلاين بتاعنا مقتصر على ثالثه ثانوي بس، انما السنه دي شغالين اولى وثانيه وثالثه بمحاضرات مدتها قليله، شرح مبسط، تقدر تحل بسهوله، هتستمتع معانا. فلو انت عايز تشترك معانا اونلاين او تيجي معانا في السنتر، كلم الارقام اللي هتظهر قدامك دلوقتي هيعرفوك كل التفاصيل. اتمنى اكون فدتك وكنت خفيف عليك. اشوفك على خير باذن الله. سلام يا صديقي.